ألا وهم قادة البيت الأبيض والصهاينة البربرية، وهم يتلاعبون هكذا بالمفاهيم والقيم الإنسانية. لقد بات مصطلح حقوق الإنسان حرب بيد أمريكا تلوح بها بوجه كل من يقوم بمعارضتها ومعارضة إسرائيل. وكلما اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإدانة الكيان الصهيوني وأمريكا، اتخذت أمريكا حق الفيتو. عجيب. احنا نحكي عن تظاهرات اليوم، شنو مطالبكم كمتظاهرين؟ حبيب أهم فكرك يمي، فكرك يتبلور يمي. نحن يجب علينا أن نكون سلميين ومسالمين، ويجب علينا، نحن صرختنا ليس ضد البرلمان وليس ضد مجلس النواب، وليس ضد مجلس المحافظة، وليس ضد المجالس المحلية. لو صرخنا ضد المجلس النواب ومجلس المحافظة والمجالس المحلية قد ضربنا في الصميم للديمقراطية، ونحن تحت مظلة التجربة للديمقراطية. نحن ليس ضد المتظاهرين، نحن ضد الفاسدين والمفسدين والدعشيين. نحن ضد الفاسدين والمفسدين والدعشيين، وليس ضد الديمقراطيين. لا حبيبي لا، إذا طلقنا صرخة ضد مجلس المحافظة، أو طلقنا صرخة ضد مجلس النواب، أو طلقنا صرخة ضد مجالس المحلية، قد ضربنا في الصميم للديمقراطية. نحن نضرب الفاسدين والمفسدين.